هو ايه الهدف من الاضاءه؟ ليه في اضاءه مش حلوه وفي اضاءه حلوه؟ طب ليه الاضاءه دي احلى من الاضاءه دي؟ هقول لك كل الحاجات دي دلوقتي، وهنتناقش شويه كده ايه اللي بيخلي اضاءه حلوه، وليه بقى في اضاءه هنا وفي اضاءه هنا وفي اضاءه هنا وفي اضاءه ورا. هنتناقش في الموضوع بعمق شويه. يلا بينا نرجع. ويلكم باك. وليه كمان بكلمك على الاضاءه دلوقتي؟ علشان عاده انت لو هتبدا فيديوز مثلا على اليوتيوب او على الانستجرام مش شرط خالص تبدا بكاميرا، غالبا كلنا بنبدا بالموبايل. فعلشان تصور فيديوز كويسه جدا بالموبايل ضروري جدا يكون عندك اضاءه كويسه، فضروري جدا تكمل الفيديو ده للاخر علشان فعلا تعرف تصور فيديوز كويسه. الاضاءه هتودي الفيديوهات بتاعتك مهما كان موبايلك انت شايف ان هو مش حلو هتوديه في سكه ثانيه خالص. فيلا بينا نتناقش بقى عن الاضاءه شويه. قبل ما اقول لك ايه بقى الاضاءه اللي انا بستخدمها بالظبط هقول لك ايه الهدف من الاضاءه. الهدف من الاضاءه ان هي تبينك باحسن شكل ممكن. طب ازاي بتبان باحسن شكل ممكن؟ ليه في اضاءه فعلا هنا او هنا وفي اضاءه ورا وفي كل الحتت دي؟ طبعا اللي انت شايفه ده مش احسن اضاءه في الدنيا. ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض ان يبقى في حاجه اسمها كي لايت. الكي لايت ده هي الاضاءه الاساسيه اللي بتبقى جايه عليك ومبيناك كويس. بعد كده بقى في شويه حاجات تانية، في حاجه اسمها الفيل لايت. ايه الفيل لايت ده؟ الفيل لايت ده ان انا مثلا عندي الكي لايت دلوقتي جاي من الناحيه دي فمبين وشي كده من الناحيه دي، وهنا الكي لايت او الاضاءه الاساسيه جايه من ناحيه واحده، جايه بزاويه شويه. فالزاويه دي بتخلي ايه بقى اللي يحصل؟ بتخلي ان وشي يبقى منور من هنا وفي حتت فيها ظل كده بسيط من هنا. خلي بالك في ظل بسيط. ليه ظل بسيط؟ هقول لك كمان شويه. الفيل لايت ده بقى هو اللي بيملى الفراغات دي شويه من الناحيه دي، فبيبان ان في اضاءه جايه من هنا بزاويه، وبيبان كمان ان في اضاءه جايه من هنا، وبيفضل برده في حتت فيها ظل بتبين ان الوش مجسم او 3D، بتدي بعد كده للصوره اكتر. طبعا هنا الفيل لايت تقدر تقول ان هو الازرق اللي على شمالي ده، بس هو ما يعتبرش فيل لايت قوي. هو واخد وظيفه الفيل لايت علشان انا بسجل في الاوضه بتاعتي فمفيش مساحه كبيره قوي، فهو فعلا على شمالي فجاء على وشي. بس ده مش الصح يعني. احنا كده اتكلمنا على الكي لايت اللي هو بيبقى منور وشك او هو الاضاءه الكبيره الاساسيه اللي منوراك، والفيل لايت اللي بيملى الفراغات اللي على جسمك او اللي على وشك اللي الكي لايت ده سايبها. طيب ممكن نضيف ايه كمان هيخلي برضو الصوره ليها بعد اكبر وتبقى شكلها احلى؟ ممكن جدا لو نقدر نضيف اضاءه على الشعر. طبعا ده لو انت عندك شعر، مش قصدي يعني حتى على دماغك مش مشكله. انا مش ضايف اضاءه على دماغي، بس سواء انت عندك دماغ او عندك شعر ممكن تضيف اضاءه في الحته دي. ده هيعزلك عن الخلفيه، هيخلي في اضاءه جايه عليك مش جايه على باقي الحاجات، وده بيدي بعد لطيف جدا للصوره. الاضاءه كمان اللي بتضاف فوق دماغك دي من الاخر بتعمل كده لاين خفيف على دماغك وعلى كتافك وعلى يعني احرف جسمك كده، وده زي ما قلنا بيدي بعد اكبر للصوره. طب ممكن نضيف ايه كمان؟ ممكن نضيف باك لايت، وده اللي انت شايفه ورايا دلوقتي اللي هو ده وده البينك والازرق. الاضاءات بقى الكي لايت الكبير ده انت ممكن جدا تجيب بقى هيد ليد كده كبيره من عند حد مثلا بتاع كاميرات او كده. الهيد دي عاده بتبقى غاليه. طب ايه الاوبشنز الثانيه؟ هقول لك دلوقتي ما تقلقش، في حاجات رخيصه. طب بالنسبه للاضاءه الملونه بجيبها منين وهي عباره عن ايه؟ الاضاءه الملونه برده عاده بتبقى غاليه، بس انا لقيت حل لطيف جدا ورخيص جدا. الاضاءه الملونه اللي انا بستخدمها استنى هجيبها لك هوريك. هي دي تمام، شكلي مرعب قوي. دي لمبه ليد عادي تمام، اسمها مورا ليد. منين بقى بتتجاب منين؟ انا مش عارف يعني، هفضل رعبك كده شويه حلوين معلش. مورا ليد دي بتتجاب من شارع عبد العزيز، اخر شارع عبد العزيز كده في محل كبير اسمه مورا، عنده النوع ده من الليدات، عنده النوع ده من اللمبه، عنده بقى كذا لون، عنده بينك وازرق وعنده احمر واخضر باين. اللمبه من دول ساعه ما اشتريتها من حوالي سنتين ثلاثه كانت ب 50 جنيه. قيس بقى دلوقتي ممكن تبقى بكام، بس هي برضه هتبقى رخيصه جدا بالنسبه للاوبشنز الثانيه اللي انت ممكن تجيبها من اي محل كاميرات. وانا شخصيا وانا ماسكها كده حاسس انها في ستار وورز، ده احساس لطيف. وطبعا برضه الناحيه الثانيه في الايه اللمبه الثانيه اللي هي ايه برضه من ستار وورز او من مورا ليد اللي هي الزرقاء بقى، حلوين وبيعيشوا ورخاص وممكن تلعب بيهم ستار وورز. طب تعمل ايه بقى في الكي لايت او في الاضاءه الاساسيه لو انت مش عايز تدفع كتير؟ يعني لو انت ما عندكش استعداد تدفع 3 4 5000 جنيه في هيد ليد كده كبيره علشان تنور لك الاضاءه دي، ممكن جدا تبدا بحاجه لطيفه جدا. انا شخصيا بدات بيها وتقدر تشوف الفيديوز اللي في الاول على القناه كانت حلوه جدا بيها. هي عباره عن حاجه اسمها سوفت بوكس. السوفت بوكس دول بيبقوا 2 سوفت بوكس مربعين كده، واحد بيتحط هنا واحد بيتحط هنا. دول بيبقوا الكي لايت بتاعك، مش بيسيبوا بقى ظل على وشك ولا حاجه، هم بينوروا كل اللي حواليك وبينوروك انت شخصيا باضاءه كويسه جدا، ودول هيأدوا الغرض وزياده. وممكن تستخدم معاهم برده حاجات اللي زي دي اللي هي الملونه دي، هتبقى لطيفه جدا. وممكن تستخدم واحد بس سوفت بوكس وتعمل بيه الزوايا اللي احنا قلنا عليها. ودول برده لما اشتريتهم كانوا ب 1500 جنيه الاثنين مع بعض. الاثنين بيجوا مع بعض بالاستندات بتاعتهم كده، وبتحط فيهم لمض من جوه وايه وبيعملوا لك اضاءه لطيفه جدا. طب برده مفيش امكانيه ان انت تعمل كده؟ هات لمض كتير وحطها على يمينك وعلى شمالك، 3 4 لمض هنا و3 4 لمض هنا، هيعملوا لك اضاءه كويسه. ليه بقول لك على يمينك وعلى شمالك؟
علشان ما يسيبوش ظل وراك، لو على يمينك بس هيسيبوا ظل، ولو على شمالك بس هيسيبوا ظل. طب فاكر بقى في اول فيديو لما قلت لك ان هو بيسيب ظل خفيف في الحته دي؟ يعني ايه ظل خفيف؟ يعني الاضاءه سوفت. يعني ايه برضو الاضاءه سوفت؟ يعني ببساطه جدا مصدر الاضاءه لما بيكون كبير بتبقى الاضاءه سوفت. يعني ايه برضو سوفت؟ يعني الظل مش بيبقى متحدد بالظبط. يعني انا دلوقتي لو حطيت ايدي كده اهو، انت شايف الظل على المكتب عامل ازاي؟ انت مش شايف ايدي مرسومه على المكتب، انت شايف ظل بس مش باين له ملامح، عشان مصدر الاضاءه هنا كبير شويتين فالاضاءه بتاعته سوفت. الاضاءه وهي سوفت بيبقى شكلها الطف كتير في الفيديوهات اللي زي دي. عشان كده بقول لك هات سوفت بوكس. السوفت بوكس برضو بيخلي مصدر الاضاءه اكبر شويه. لو عندك اي اسئله بقى ليها علاقه باللي احنا قلناه ده يا ريت تقول لي في كومنت دلوقتي في الفيديو. ولو بتتفرج لحد دلوقتي اعتقد ان الفيديو ممكن يكون عاجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، سلام عليكم.